أهلا بيكم متابعيني الغاليين. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وسريعة وكل ولادنا بيحبوها، الكشري المصري. بس احنا هنعمله في البيت، طبعا هيبقى أنضف وأرخص من بره كمان. يلا نبدأ وصفتنا. أول حاجة هقطع معايا البصل زي ما انتوا شايفينه كده، واحط عليه 3 معالق من النشا ومعلقة من الملح، واقلب كله مع بعض. واهم حاجة بس ايه، البصل يفك من بعضه وفي زيت سخن، وانزل بالبصل بتاعنا. الزيت بتاع البصل ده هو بطل اكلتنا النهارده. حطيت البصل، واول ما ياخد لون ذهبي اشيله على طول، لان اول ما بتطلعيه بيغمق. يعني ما تستنيش لما يغمق شويه، لا، ياخد اللون الايه الذهبي الفاتح طلعيه على طول. شوفوا بقى، انا مطلعه اللون الذهبي بيبدا يغمق لما بيطلع. خلصت البصل بتاعي، هبدا بقى ايه، اول حاجه هعملها حمر الشعريه بالزيت بتاع البصل اللي انتوا شايفينه ده. باخد بقى الزيت على قد كميه الشعريه اللي انا هحطها، وهقلب الشعريه تاخد معايا اللون الدهبي. طبعا بكون غاسله الرز ومصفياه، ومعايا هنا العدس بجبه بغسله واصفيه وانقعه في ميه مغليه لمده 10 دقايق. هقلب الرز مع الشعرية واكون صفيت العدس بجبة، وانزل ايه معاه، واقلب ده كله مع بعض، واحط ملح وكمون بس، مش هحط توابل تانية غير كده. ممكن المية بتاعت العدس بجبة ما ترميهاش، وتزودي منها المية اللي هنحطها دلوقتي للرز بشعرية وفي مية سلق المكرونة. حطيت المية معيار المية بتاعتي وهدي عليه. بعد كده هبدأ اعمل ايه الصلصة. نفس الزيت بتاع البصل هاخد منه واعمل الصلصة بتاعت الكشري. ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم. اول ما الثوم بس كده ياخد اللون الذهبي، هنزل معايا بصلصة الطماطم. طماطم بقى حسب كمية الكشري اللي انت عاملاها. زي ما انتم شايفين انا عاملة كيس شعرية اللي هو نص كيلو، مع حوالي كوبايتين رز، ومع ربع ايه كيلو عدس بجبة. هنا بقى ابدأ اسلق المكرونة. حطيت المية للمكرونة عشان تتسلق. وهنا بقى الصلصة هحط ملح، واحط فلفل وكمون، واحط معايا كمان معلقة من السكر. وهقلب ده كله واسيب الايه الصلصة بتاعتي تتسبك. هنا المية غلت. هحط معايا طبعا ايه، حطيت مكرونة سباكيتي ومكرونة مرمرية معايا برضو، او هلالية اللي يعجبك، مكرونة صغيرة بس. بعد ما صفيتها بقى، احط بقى حوالي 3 او 4 معالق من الزيت بتاع البصل، وهقلب المكرونة، وهد عليها نار هادية خالص لمدة 5 دقايق، وبعد كده اطفي وتبقى المكرونة معايا استوت. شايفين؟ سهل جدا وما بياخدش اي حاجة. باقي معايا هنا ايه، حبة زيت اسيبهم من بتوع البصل؟ لا، معلقة توم كده قلبتها. اول ما يبدأ التوم ريحته تطلع، احط معايا معلقة من الكمون، واقلب ده كله شوية. وبعد كده بكون محضرة معايا عصير ليمونتين. خلاص خد اللون الذهبي الخفيف، هنزل بعصير الليمونتين معايا، ومعايا ربع ايه كوباية من الخل برضو هحطها. يا سلام على الريحة بقى. دي دقة بقى مع البصل مع الصلصة بتاعت الكشري بتبقى حكاية. احط معايا حوالي كبشتين من الصلصة بتاعت الكشري، ومعايا حوالي كوباية صغيرة او نص كوباية كده من المية المغلية هحطها معايا، واسيبها تاخد غلوتين، وبعد كده اطفي عليها. بس كده الكشري بتاعنا جاهز. وسلام بقى، حطيته كمان في اطباق استانلس بقى عشان احسسهم ان هما بياكلوا فين، في مطعم كشري بقى. ودي الدقة اللي احنا عملناها. ايه رأيكم؟ مش هياخد منك نص ساعة بالظبط في المطبخ، وهتعملي كمية ولادك هياكلوا وهيشبعوا، وارخص من بره وانضف من بره. يلا ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.